سؤال للتحدي وتحدي تفكيرك: هل تقدر تنام وتنام بعمق وبهدوء وبسلام وأنت مقيد وبالسجن وثاني يوم عليك حكم إعدام؟ أخوي وأختي، أهلا وسهلا بكم من جديد بلقائنا الأسبوعي. واليوم راح يكون كلامنا عن السلام. السلام اللي ناس تنشد تعمل تسوي كل شيء في سبيل تحصل على سلام داخلي وسلام في حياتها. والعالم اليوم في تحديات عظيمة جدا: براكين، زلازل، وفيضانات، ومجاعات، وأوبئة في كل مكان. الإنسان يشعر بحياته قلق وتفكير وهموم. وهنا يبدأ سؤال جديد: هل أكو سلام حقيقي بالعالم؟ نعم، كل إنسان يدور على السلام بطريقته الخاصة. اللي يظن أنه إذا يكون عنده ثروة كبيرة راح ينال السلام ويستقر، واللي يظن أن الصحة هي مطلب وهو السلام ويعمل كل جهوده حتى يحافظ على صحته، واللي يشوف بالمركز السياسي أو المركز الديني أو المركز الوظيفي كل واحد يدور على سلام، وهذا حق مشروع ومو غلط، لكن هذا سلام خارجي، يعني سلام مؤقت، يعني سلام قابل للكسر والإزالة. يعني شلون؟ اليوم احنا بوسط العالم نمر بأزمة عالمية اسمها أزمة كورونا. وكورونا خلت برهان قوي جدا انه كل الاحتياطات الإنسانية باءت بالفشل. الجيوش العظمى والاقتصاد القوي والصحة اللي كانت من أرقى المستويات اللي وصل بها العلم كلها وقفت أمام فيروس عاجزة على أن تعطي سلام أو هدوء أو سكينة أو رجاء في الحياة للإنسان الضعيف. معناها السلام الذي ينشد الإنسان سلام خارجي، سلام عالمي، سلام هش. السلام الحقيقي يعلمنا إياه الكتاب المقدس، والمسيح قال: سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. هذا السلام اللي احنا نريد نفهمه ونعرفه ونعيشه. واليوم راح أجاوب على السؤال التحدي اللي حكيته بالبداية عن قصة بطرس لما كان مسجون بعد ما هيرودس قتل وقطع رأس يعقوب أخو يوحنا، وكان الدور على بطرس إنه ثاني يوم يقدمه حتى يحاكمه بالإعدام. تعالوا نقرأ مع بعض هاي القصة مكتوبة في سفر أعمال الرسل والإصحاح 12. أقرأ على مسامعكم. ولما كان هيرودس مزمعا أن يقدمه، كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن. وإذ ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت، فضرب جنب بطرس وأيقظه قائلا: قم عاجلا. فسقطت السلسلتان من يديه، فخرج يدفعه، وكان لا يعلم أن الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن أنه ينظر رؤيا، يعني حلم. فجاز المحرس الأول والثاني وأتيا لباب الحديد الذي يؤدي إلى المدينة، وانفتح لهما من ذاته، فخرجا وتقدما زقاقا واحدا، وللوقت فارقه الملاك. باعتقادي إنه بطرس كان نايم بسلام وكان نايم بهدوء، مع إنه كان مربوط مع العسكريين اللي حواليه، مع إنه أكو حراسات مشددة، مع إنه السجن كان مكان غير مريح، لأنه كان نايم بعمق. لسببين على الأقل. السبب الأول هو اللي يتذكر كلام الرب اللي قال: لا تخافوا من الذي يقتل الجسد، لأنه ما عنده شيء أكثر من هذا. والسبب الثاني، المسيح قال له: لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق نفسك تذهب حيثما تشاء، لكن لما تشيخ أو لما تصير كبير بالعمر هم راح يمنطقوك ويمشوك حيث لا تريد. كان يشير
يسوع المسيح إلى هالنقطة أي موت راح يكون في مصيره لما يموت، بس هو شيخ كبير بالعمر. لذلك كان مطمئن على الكلام اللي كان سامعه من المسيح، وكان مطمئن على هذا الرجاء، وكان نايم مرتاح. أخوي وأختي، قدامنا طريقين للسلام: سلام عالمي هش زائل وقتي، وسلام روحي إلهي ثابت إلى الأبد. أنت حر أنك تختار السلام اللي تريده. فعن أي سلام أنت تبحث؟ عن سلام مؤقت هش، ولا سلام ثابت إلى الأبد؟ سلام اللي يعطيه العالم بكل سهولة يزول، وشفنا البرهان الأيام اللي نعيش. وإذا كنت تدور على شيء يبقى إلى الأبد، هو سلام اللي يعطيه المسيح. سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم. هذا سلام ثابت إلى الأبد. اتناله عن طريق إنك تيجي للرب وتعترف بخطيتك وتتوب عنها وتتبع وتطيع وصايا المسيح وتعيش حياتك تابعة له. إذا أنت ما عندك سلام بحياتك، وإذا أنت ما عندك القدرة أنك تنام مرتاح مع أنك عايش في بيتك، أقول لك إجا الوقت اللي أنك تريح نفسك وتخلي القلق يبتعد عنك لما تآمن بكلمات المسيح. سلام يعطيكم ليس كما يعطي العالم. تعال بقلب مضطرب، تعال بقلب مليان شكوك، مليان مخاوف. قل يا رب أنا أنشد سلامك، أنا أريد سلامك، سلامك اللي فوق كل عقل وإدراك بشر. خليني أعيش هذا السلام. أنا محتاج أنه أرتاح، محتاج أن أرمي نفسي في أحضانك حتى أنال كل الحماية وأنال كل السلام. هاي كانت رسالتنا اليوم، أتمنى أنها وصلت إليك بكل سهولة. إلى أن نلتقي بلقاء جديد، أترككم برعاية الرب ونعمته. آمين.